لمساته وألوانه تغير شكل القطع الخشبية، وهي التي تعطي الإحساس والانطباع المميز لكل قطعة. أنا العلبة بتجيلي عبارة عن خشب زي كده، بتروح لصدفجي بيطعمها، بتطعم واحدة واحدة، وادي الصدف ده الصدف بيدخل على المكن ويتقطع حتت حتت لغاية ما بيبقى بالمنظر دوت. بتروح لنجار بيشقها برضو ويتركب لها مفصلة، بيشتغل فيها الاستورجي لغاية ما بتبقى بالمستوى دوت. تروح لبتاع قطيفة برضو بينجدها، يعني فيها نجار واستورجي وصدفجي، كل دوت بيشتغل فيها في العلبة لغاية ما بتطلع علبة زي كده، يعني كذا مرحلة. أدواته بسيطة، ولكنه بحرفته وفنه يصنع الفارق، على الرغم من أن القطع الخشبية تكاد تكون متشابهة. إصابات كتيرة، كل حاجة متزايدة، كل حاجة متزايدة، وفي وقود جامد أوي بالذات في مهنتنا. إحنا كمهنة بتعتمد على السائح الأجنبي، غير كده مفيش. دي تعتبر للمصري كماليات، أكتر من كده ملوش ليها حاجة، هي بس للأجنبي. وإحنا ما عندناش سياحة خالص، يعني السياحة عندنا ضعيفة جدا، حتى السائح اللي بينزل لنا سائح ضعيف للغاية، ما بيشتريش، يا دوبك بياكل وبيشرب، أكتر من كده ما فيش. احسن لحظه مرت في حياتي ان انا مثلا اتجوزت، ربنا كرمني بعيالي، بس اتمنى ليهم مستقبل افضل من مستقبلنا، عشان احنا بصراحه بنعاني معاناه جامده جدا. الاستورجي حرفي بدرجة فنان، يرسم بألوانه على القطع الخشبية والصدفية، فتبدو نفس القطع مختلفة في كل مرة، يغير فيها ألوانه ولمساته. زي ما شفنا في التقرير دلوقتي، بنتكلم عن المهن المهمة اللي دايما متواجدة في حياتنا أو كانت متواجدة، وفي خوف إنها ممكن تقل، ممكن تنقرض، ممكن ما نشوفهاش تاني. إزاي نلقي الضوء عليها، وإزاي نهتم بيها، وإزاي نعيد إحيائها تاني. معانا النهاردة زي ما قلنا مهنة الصدف، والفنان أستاذ حسين يوسف، فنان في عمل الصدف زي ما انتم شايفين دلوقتي، وهنتفرج اكتر بالتفصيل معاه على المنتجات اللي هو عاملها. ازيك؟ اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، منورنا. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا. عجبك التقرير صح؟ جدا جدا. بتقول التقرير ده يعني كده لمس حياتك انت كفنان صدف او متخصص في الصدف. ما شاء الله. هو طبعا التقرير جه كده يعني بنفس اللي احنا بنشتكي بيه وبنقوله، يعني يا رب الحرف دي ترجع تاني زي زمان ان شاء الله. هي راحت؟ هي من ناحيه راحت، هي بتندثر، بتموت كمان، يعني اقدر اقول انها بتموت لان مفيش اهتمام بيها جوه البلد. ازاي يعني؟ ادينا تفصيل اكتر. والله يعني دلوقتي الحرف بتنقرض بسبب ان مفيش حد متولي الحرف دي انه يعني يتبرع. احنا مش عايزين من حد حاجه انه يساعدنا ماديا، لكن احنا بنقول للجهات المعنيه حاولوا تبصوا لنا شويه كوزاره ثقافه بصوا لنا شويه في اماكن كتير احنا نقدر نعرض فيها منتجاتنا، وبنقول للمصريين يعني اقبلوا على شراء المنتج المصري، يعني كفايه بقى صيني، كفايه تعبنا. هو الناس بيشتروا الصيني دايما؟ والله هو ده اللي موجود في السوق بسبب انه بيخش كتير. وبيبقى رخيص طبعا عشان معمول بمكن بقى وحاجات كده. هو من ناحيه رخيص، هو رخيص بس مش يعني ما بيقعدش، ما بيعيش الا الحاجه الحلوه، الحاجه اللي بتتعمل حلوه. طب المفروض ان في معارض يعني بتقام تبع وزاره الثقافه خاصه بالمهن التراثيه. نعم. هل انتم بتتواصلوا معاهم ولا هم في وادي واحنا في وادي تاني؟ هو احنا بنتواصل طبعا معاهم، واحنا بنقول لهم شكرا طبعا لكل من بيمد لنا ايد المساعده.
بس احنا محتاجين اهتمام بينا اكتر من كده، لان احنا دلوقتي شبه بننقرض يا جماعه، بننقرض. وكمان الموضوع في السياحه واقعه جدا، ما زي ما احنا سمعنا في التقرير، السياحه واقعه جدا. انا مش عارف ابيع المنتج بتاعي، لذلك الصناعي بيلجأ لشغلانات تانية، بيبقى صناعي محترف ويلجأ لصناعات تانية، ودي مشكله كبيره لازم نلحقها. صحيح. انت اللي بيشتري منك كان دايما السايح، المصريين ما بيشتروش المنتجات دي؟ انا بعتذر طبعا للمصريين في اذواقهم، لكن ما عندهمش خلفيه بده. احنا بنشكركم طبعا ان انتوا دلوقتي بتدونا حيز من وقتكم، حيز ان الناس تسمعنا ويقولوا لنا يعني يقولوا لنا نقول لهم بس فكره ازاي ده بيتعمل، وازاي ده يعني ده حرفه تراثيه وصعبه جدا ودقيقه جدا. احنا دلوقتي كان نقابه العاملين المهره في الحرف التراثيه، انا عضو مجلس اداره فيها، بنحاول ان احنا دلوقتي نقول يا اخوانا بنرقي المنتج، بنحاول ان احنا نطلع بفينش عالي جدا ننافس بيه زي ما كنا بننافس. بس انا عايز يعني زي ما السايح او الخواجه اللي بينزل مصر بيحب شغلنا ده قوي، عايز اقول لكم برضو يا مصريين تعالوا حبونا احنا كمان وحبوا شغلنا، اتفرجوا احنا بنعمله ازاي. طب عايزين بقى نشوف يعني مثلا دي صغيره، احكي لنا ازاي بتتعمل بعد اذنك لو تسمح لي. ممكن تاخد وقت في ايدك قد ايه؟ موضوع هو دلوقتي العلبه دي بتيجي مقفوله خالص زي ما احنا شايفين، بتيجي مقفوله خشب، مش خشب، بنتعمل من خشب اللي حضرتك الزان، بتيجي مقفوله. وبنقول ليه خشب زان؟ بيبقى قوي، بيستحمل كمان يعني السنين، تبقى يعني يعيش مده طويله جدا جدا الحمد لله رب العالمين. العلبه دي بتبقى مقفوله، انا بصنعها ازاي؟ انا ببدا من تحت، باخد حضرتك اللاينز الخارجي ده من الاخشاب الطبيعيه، كله من المنتج، من الصدف. ممكن اخد طبق اوري؟ باخد الطبق ده بيبقى بالمنظر ده اصغر طبق عندي. انا بحاول ان انا يعني في 4 5 6 مقاسات من المقاسات دي، انا بنظف الظهر ده، بوصل بيه لغايه النظافه دي. يعني بيجي الاول كده؟ بيجي الاول كده بالظهر ده. بس بتنضفه ازاي؟ بنضفه في حاجه اسمها جلخ. بتجليه؟ بجليه بيوصل معايا للمرحله دي. وطبعا انا باخد الوش بتاعه بلزق على الوش مش على الظهر. وطبعا انا بيبقى طاير من الصدف كل ده، وبعد كده ببدا اقطع ده وحايد بنسميها عوابر. بعد العوابر دي ما بقطعها على المقاسات اللي انا عايزها، ببدا اصنع منها الاشكال اللي انا عايزها. بس انا هحكي طبعا ازاي العلبه دي تتعمل باذن الله. هو طبعا انا بحلق اللاينز الخارجي ده، وبعمل منه التحليق في جميع الاركان بتاعت العلبه، وبعد كده باخد الابيض بتاعه ده من العظم والصدف. بعد كده بعد ما بعمل اللاين ده بقطع حاجه اسمها شعيره، او الشكل المعين ده. لو الكاميرا جايبه معايا الشكل المعين ده اسمه شعيره عندنا في الصنعه. وبعد كده انا ببدا اخد المربوعه او المرابيع بنسميها المربع ده اسمه مربوعه، وببدا ارصهم حته حته قطعه بالايد، شغل يدوي من الاول للاخر. وبعد كده باجي اخد الوش ده، طبعا بحدد الاول بالمسطره عشان يبقى شغل مش مرحل لا يمين ولا شمال. بحدد الاول بالمسطره انا هبدا منين وهنتهي فين ان شاء الله. فبعد ما بحدد باخد اللاين برضو الداخلي ده، وبعد كده ازاي بقى افندم؟ انا بلزقه بغيره اسمه غيره حمصي، بسيحه بميه وببدا الزق بيه. يبقى قوي جدا. انا بدور على ان هو حاجه تلزق معايا، وبعد كده انا بقويه اكتر. بعد ما بخلص بعمل حاجه اسمها فينش، اللي هو الباك جراوند البلاك ده. ده بيبقى بنشاره خشب الابانوس، بجيب خشب الابانوس وبنخله، وبعد كده ببدا احط عليه الغيره واحط عليه ماده عشان اقويه. وبعد كده العلبه بتبقى سودا خالص ولسه ما اتفتحتش، يعني لسه في منجد ما اشتغلش، ولسه في ستورج ما اشتغلش، ولسه في اللي هيسكك عشان يفتح لي ما اشتغلش. فقد ايه ناس كتير بتشتغل في المهنه دي. فحضرتك بعد ما بخلص كل ده انا ببدا اصنفر الوش ده عشان اطلع بالمنظر ده. طبعا ما بتطلعش بتلمع كده زي ما انت حضرتك شايف. بعد كده بعمل حاجه اسمها جملكه، ده كان زمان. النهارده الحمد لله توصلنا ان احنا بتجيلنا مجموعه، وطبعا من بره، وبنقول يا رب ان احنا نعملها جوه. المجموعه دي بتديني اللايت اللي انت شايفه ده، او الدهان الجميل ده، بعد ما الاستورج بيشتغل ويصنفر ويجي بعد كده تروح لحد اسمه مسككاتي عشان يفتحها. وبعد كده تروح تتنجد زي ما احنا شايفين كده، تتنجد، وبعد كده بتخلص العلبه وبتبقى في ايد الناس يعني. وبتاخد طبعا، انا ممكن اقعد يعني بالشغل اليدوي ده، انا بقعد في 50 علبه زي دي بقعد فيهم شهر زي اللي انتوا شايفينها. بس الخطوات اللي انت بتقولها هي نفس الخطوات لكل العلب اللي احنا شايفينها؟ لكل العلب، بس المقاسات كل ما بتكبر كل ما المجموعه بتقل. لذلك انا بقول يا رب يعني ان احنا نجيب مكن من بره يساعدنا، يعني بنقول مكن من بره يساعدنا، بس اللي هو اشق على الخام عشان اكمل بعد كده الاشكال بتاعتي. احنا بنقول ان الهاند ميد او الحاجه اليدويه هي دي اللي بتميز
يعني انا لو جبت مكن دلوقتي، طب ما انا هفقد التخصص بتاعي او هفقد الشيء اللي بيميزني انا طبعا. فانت شايف ان ازاي نعمل نوع من التوازن ما بين ده؟ انا هعوز مكنه حضرتك بس ان انا اشق عليها الخام، الماده الخام، لان الماده دي صلبه دي بس وبعد كده كله لكن بيتقطع على كل ايدي. ده هاند ميد. ما هو انا الرص ده عمره ما هيجي مكن. الصينيين حاولوا يضربونا وما عرفوش، الحمد لله، بالذات في المهنه دي الحمد لله رب العالمين من فضل الله علينا. انا عايز المكن بس يجي لي يقطع لي الخامه دي صلبه، يعني بنقعها في ميه عشان تطرى معايا، بس اللي اقدر بشقها عشان اطلع منها الاشكال اللي انتم شايفينها دي يدوي. والمكن ده بيبقى غالي؟ والله هو المكن ده في بلاده مش غالي، لكن لما بينزل لي هنا بعد الجمارك وبعد الضرايب بيوصل لي غالي. فاحنا بنقول بس للجهات المختصه بصوا لنا بس بعين ربنا طبعا الاول في كل حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا لنا بعين بس ان انتوا دخلوا لنا الحاجه دي من غير ما تجمركونا، احنا بنساعد ان احنا ننهض، والرئيس قال لنا اشتغلوا، فاحنا بنقول يا رب عايزين نشتغل كلنا وعايزين ننتج، وربنا يرجع السياحه تاني. ويا مصريين تاني بقول لكم احنا موجودين اهو على الساحه، واحنا عاملين دلوقتي مهرجان في دار الاوبرا، مش بعلن عنه طبعا، هو معلن عنه قبل كده. بنقول لهم تعالوا بقى اتفرجوا احنا بنعمل الشغل ازاي، عارضين هناك ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله بقى بتهيألي ده تحت رعايه وزاره الثقافه ان شاء الله رب العالمين، مش كده؟ لان احنا بنعرض اتكلمنا فيه على كذا مهنه من المهن التراثيه اللي كانت موجوده في المعرض ده، واعتقد ان هو هيكون موجود في محافظات كتير باذن الله في مصر ان شاء الله. والله هو نامل انه يكون في محافظات كتير، واحنا ما بنقولش يعني عايزين حاجه، احنا كل اللي احنا عايزينه بس في سبل كتير يعني ازبله كتير مقفوله، في اماكن اثريه كتير مقفوله، في شارع المعز لدين الله في سيدنا الحسين طبعا لو حضراتكم تعرفوه. الاماكن دي انا اسف يعني بيترمي عليها زباله، بيترمي على بابها زباله للاسف. طب انا ممكن اخدها يعني دعوه ان انا انظف المكان ده، افلته حتى. بس عايزه اقول لك على حاجه برضو، علشان يعني احنا امبارح كان معانا مدير وحده الحفاظ على التراث في محافظه القاهره. نعم. وانا كلمتها تحديدا عن شارع المعز وعن منطقه الفسطاط. نعم. وقالت ان في خطوات بيتم اتخاذها في الوقت الحالي من محافظه القاهره، فاحنا يعني واحده واحده. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا عايزه اركز مع حضرتك فيها هي تواصل الاجيال. انت عندك صنايعيه بياخدوا المهنه دي ولا مفيش؟ شايف ان في اقبال عليها منكم ولا لا؟ زي ما قلت في بدايه الكلام في بعض الناس راحوا لاتجاه تاني. انا عايز اقول ان الصناعيه اللي كانت فيها دلوقتي انا بطلع المنتج ومش عارف ابيعه لان ما عنديش سياحه، فطبعا هيقعد يعمل ايه عندي؟ انا عندي كتير، يعني النجار شغال عنده 6 أو 8، الاستورجي شغال عنده 3 أو 4، الصدافجي عندي تحت ايدي لازم يكون 5 عشان اعمل انتاج. طبعا قعدوا يقلوا لان مش عارف ابيع المنتج، بطلعه مش عارف ابيعه. التاجر حتى ما هديله الشغل ده طب هيبيعه لمين؟ يعني لذلك انا بقول يعني الناس دي بتنقرض واحنا بننقرض، والحرف التراثيه اليدويه بتنقرض. احنا بنقول يا رب يا مصر، يعني ده تراثنا يا اخوانا من العهد الفاطمي والعهد الاموي والعهد العثماني، كل ده احنا اللي عاملينه، احنا توارثناه انا توارثته من والدي الله يرحمه. والدي الله يرحمه شيخ صناعيه مصر الحمد لله رب العالمين، اسمه يوسف الشافعي. فكان حد يعني علمني الشغل ده وما اعرفش غيره. حاولت اشتغل شغل، انا كمان صاحب محلات وصاحب حاولت ورش. انت كمان تغير؟ اكذب على حضرتك، حاولت اغير، ما عايز اعيش، انا عايز اعيش بس بحبها، ما عرفتش اشتغل شغلانه ثانيه، ما عرفتش. انت هتعلم ولادك الشغلانه دي ولا هتقول لهم بعيد عنها وشوفوا حاجه تجيبوا منها رزق؟ ما اقدرش اقول لا طبعا، انا اتعلمتها فلازم اعلمها لهم، ده شيء انا مجبر عليه. بس انا اللي بنادي بيه بقول يا رب افتحوا لنا يا جماعه، هاتوا لنا شباب جداد نعلمهم. طب التسويق، لان هو الحل في التسويق بالنسبه لكم، يعني ان احنا نسوق، هل احنا مضطرين ان احنا نسوق داخل مصر بس ولا ممكن ان احنا نسوق الخارج؟ يعني مطلوب برضو ان احنا يكون لينا بصمتنا او المنتج المصري يكون موجود في الاسواق الخارجيه، واحنا بنركز على ده في الوقت الحالي. شايف ان فعلا ممكن يكون في دول معينه محتاجه انها تشوف الصدف بتاعنا، انها يكون ليها اقبال على انها تكون بتشتريه او بتستورده؟ انا عايز اقول كله بربنا طبعا، واحنا كنا شغالين كويس، بنصدر كويس، وكنا عاملين ترويج سياحي عالي جدا. لكن مع تغيير الوزارات كل شويه على الفاضي وعلى المليان، ربنا يهدينا يا رب كلنا ونثبت بقى، عايزين نثبت ونشتغل. انا شغلي مشهور جدا بره الحمد لله رب العالمين من فضل الله، كله بفضل الله. فانا شغلي مشهور بره، بس احنا بنقول احنا عايزين جوه، احنا نقول احنا جوه. انا مبسوط جدا ان قناه السويس دلوقتي بايدي مصريه 100% وشركات مصريه 100%. طب احنا عايزين كمان شغلنا يبقى جوه الاول، وبعد كده احنا نقول ايه
يلا بقى تعالوا بره، بس الوزارات دي تثبت، احنا عايزين وزاره تثبت نتكلم معاها، ودي يعني الوزير بنفسه عايز منها ايه؟ يعني ايه الرسائل اللي انت ممكن تكون بتوجهها دلوقتي لوزاره الثقافه الموجوده حاليا؟ مش وزاره الثقافه بس. انا بكلم، طب قول رسائلك للوزارات المعنيه اللي انت بتخاطبها. انا بكلم كل الوزارات المعنيه، بقول لهم يا اخوانا بصوا لنا شويه، ساعدونا، احنا هنساعدكم، احنا هنشتغل، بس عشان ارجع الشغل ده. عايز ايه؟ كل اللي انا عايزه من ربنا طبعا الاول، وبعد كده العباد. يا مصريين يا رب نتوكل على الله كلنا، احنا كلنا مصريين، ايدينا في ايد بعض. انا محتاج ان يجي لي مكن من بره اقطع عليه الصدف ده وتعفوني من ضرايبه وجماركه عشان اشتغل تاني، وعايز اعمل كوادر جديده ادربها بنفسي بامر الله بمساعده نقابه اللي انا فيها، اللي هي نقابه العاملين المهره بالحرف التراثيه اليدويه. عندي ناس عاليه المستوى في الشغل ده في جميع المجالات، مش في المجال ده بس، عشان انا برضو يعني ما اظلمش حد. عندي ناس كتير فنانين، فعايز اعلم كوادر جديده عشان ارجع تاني ونشتغل. اما اعلم الكوادر الجديده هو مش هيجي يسالني الاول اديني، اما اعلمه هيقول لي اديني. فاللي راح يعني اللي نزلوا اشتغلوا في شغلانات تانية راحوا. طب انا عايز اعلم كوادر جديده وعايز ساعدوني ان انا اخد مكان، مش ساعدوني انا، ساعدوا النقابات كلها اللي هي مختصه بالحرف التراثيه اليدويه دي، ان هم ياخدوا مكان كمعرض دائم لينا نعرض فيه منتجاتنا، كل منتجاتنا. احنا عندنا منتجات كتير جدا، ونقدر الحمد لله نستوعب اعداد وكميات اللي يطلبها الخارج او الداخل بالاعداد المهوله. انا ما بعملش الشغل ده وبس، ده انا بعمل حاجات كتير، من صالونات حاجات كتير قوي حاجات كتير الحمد لله. اي تصميم انا اقدر اعمله في الفن القبطي او التراثي يعني او الاسلامي او كده يعني اقدر اساعد فيه. طيب يعني دي رسائل مننا هنا للمعنيين بالامر في والمدارس الفنيه يعني احنا بنقول محتاجين ان احنا نغير فكر التعليم. فين المدارس الفنيه من كده؟ فين المدارس اللي يعني بيخرج منها الطالب حاصل على شهاده فنيه لكن للاسف لا عنده خبره فيها ولا قادر ان هو يتواصل بيها؟ فيا ريت يبقى في مزج بقى ما بين ده كله. ان شاء الله عليك. الله يخليك، عشان نقدر ان احنا فعلا نعتمد على مشروعات صغيره تقدر تنمي اقتصادنا. احنا بنشكرك جدا، وانا كمان وربنا يوفقك يا رب. متشكر جدا للقاءكم الجميل، وبقول يا مصريين شجعونا عشان ننزل كلنا نشتغل وايدينا في ايد بعض، وربنا يوفق الراعي والرعيه والمسؤولين كلهم بامر الله. شكرا لحضراتكم. شكرا. هروح لفاصل واخر فقراتنا النهارده المونولوج، فن المونولوج. هروح لفاصل ونرجع لكم تاني. شكرا يا جماعه.